وادي نهاية الفيديو بتاعنا. شايفين انا كده عملت الكايزر وعملنا البرجر. شايفين ما شاء الله كتير ازاي الحاجة. عايزة بقى رأيكم وتعليقاتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحشتوني، كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم يا رب الأيام بخير. تعالوا النهاردة بقى مع بعض معانا هنعمل ايه. هعمل الفراخ وهعمل برجر الفراخ وكل مقاديرها وكل تفاصيلها. تعالي كده جبنا جبنا وركين زي ما انتم شايفين وخليناهم، وبعد كده جبت صدر من الفراخ ورحت مقطعينهم تقطيعه حلو، يعني ده يعتبر كيلو الا ربع. اول حاجه بنفرم زي ما انتم شايفين في الكبه، باخد نص نص كده وافرمهم حلو قوي. وهنا دي كوبايه فول صويا، طبعا انا نقعاها ومسكتها عصرتها من الميه اللي فيها. شايفين؟ بصوا انا بوريكم ان انا عملتها كذا وش على فكره عشان نعمتها جامد. وبعد كده بناخد الفول الصويا برضو نطحنه اهو، وبعد كده نحطهم الاتنين على بعض. دي سهله وبسيطه مفيهاش اي حاجه. دي كده مكونات البرجر الفراخ. وبعد كده ناخدهم نديهم وش كمان في الكبه. المقادير بتاعت التوابل بقى بتاعتنا تعالوا نشوف. اول حاجه انا عندي معلقه كبيره من التوم باودر، معلقه كبيره من البصل البودر، 2 مكعب مرق ونص معلقه بيكنج باودر. طيب وبعدين عندي كمان معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره ملح، وكمان معلقه كبيره من بهارات الفراخ، ومعلقه 7 بهارات برضو معلقه صغيره. نقلب كل التوابل دي بتاعتنا كلها مع بعضها لغايه لما تختلط، ونشوف بقى هل هو محتاج ملح ولا لا. ما تحطيش ملح كتير لان انت حاطه 2 مكعب مرق. انا بحط شويه زيت صغيرين نلم بيهم البرجر بتاعنا. عندي غطا اهو، اي غطا عندك بتجيبيه وبتعملي بيه اللي هو عشان يطلع كله سوا واحد. بجيب الكيس بتاع السندوتشات بفتحه بحط عليه دهنه زيت، وبجيب الغطا بحط دهنه زيت عليه، وزي ما انتم شايفين انا بعمله ازاي اهو. وكل مرة ومرة تحطي نقطة زيت عشان ما يتعبكيش اهو. حطينا في الصينية ونحط بين كل رق وراق طبعا كيس برضو سندوتشات، بحيث انه احنا يبقى فاصل بينهم. بصوا ما شاء الله عمل لي كمية حلوة قوي. الكيلو الا ربع عمل لي 100 كيلو طبعا، عشان كوباية الفول الصويا يعني عمل لي يعتبر كيلو برجر. طبعا بيبقى جميل جدا. تعملي لي السندوتشات للولاد وهم رايحين المدارس. وده الكايزر اللي احنا عملناه عملته هوت كمان عشان عملت حطيت برضه عشان في الاكله مقطع متكامله. ما تصورش. كايزر كيلو دقيق عليه كوبايتين من الميه الدافيين، معلقتين من الخميره، معلقه سكر، معلقه صغيره ملح. يلا هسيبه بقى يخمر كده وتشوفوه بعد ما يخمر. ده كده بنقلبه مع بعض وبعد كده نقوره ونسيبه يخمر. خليكوا بقى معايا دلوقتي بعد ما خمر بقى عامل ازاي من اوله لاخره. شايفين؟ بصوا الكايزر بقت عامله ازاي، متماسك وكبير ما شاء الله. وبعد كده تفتحي بقى وتحطي تحشي الحشوه بتاعتك والكايزر بتاعك. واقول لكم بقى بالف هنا وشفا، وقولوا لي رايكم وتعليقاتكم. انا مستنيه رايكم وتعليقاتكم، وما تنسوش اللايك. واقول لكم كمان كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم يا رب الايام بخير، ويجي رمضان عليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير يا رب. ما تنسوش اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.